المشهد العام الآن: الحرب دخلت مرحلة استنزاف طويلة، تقدم بري روسي بطيء متقطع مقابل تصعيد جوي واسع يستهدف البنية التحتية، خصوصا الطاقة والمدن الخلفية. خلال الأيام الأخيرة تكرر نمط الهجمات الكثيفة بالطائرات المسيرة والصواريخ، مع ارتفاع واضح في استهداف الكهرباء والتدفئة في الشتاء. ما الذي يحدث عسكريا على الأرض؟ ألف: خط الجبهة بصورة مبسطة. القتال يتركز أساسا في الشرق والجنوب، مع محاولات روسية للضغط تدريجيا على نقاط مفصلية، بينما تعتمد أوكرانيا على دفاعات ميدانية متدرجة، خنادق، تحصينات، طائرات مسيرة للمراقبة والاستهداف، ضربات بعيدة نسبيا لإرباك الإمداد والقيادة. باء: السماء أصبحت ساحة الحرب الأولى. هجوم رويترز اليوم أو الأمس يشير إلى موجات كبيرة، 149 مسيرة مع صواريخ باليستية في ليلة واحدة، واعتراض عدد كبير منها، لكن الضرر يقع عادة في المحطات وخطوط النقل ومرافق مدنية. حرب الطاقة والتدفئة، شتاء مسلح. روسيا كثفت منذ خريف 2025 ضربات شبكة الكهرباء ومرافق الطاقة، ما أجبر أوكرانيا على انقطاعات أو تقنين، وأحيانا طلب استيراد طارئ للكهرباء من دول مجاورة. ذكر طلب لبولندا. تقارير حديثة تتحدث عن ضرب محطات حرارية وعناصر توزيع رئيسية، محطات تحويل وخطوط نقل. أوكرانيا من جهتها تلوح باعتبار منشآت الطاقة الروسية هدفاً مشروعاً، باعتبارها تمول المجهود الحربي، وهو تصعيد في خطاب الرد بالمثل على حرب البنية التحتية. 4. المسار السياسي: ضغط أمريكي ومحادثات جديدة. ظهرت مؤشرات متطابقة في أكثر من مصدر على أن واشنطن تضع سقفاً زمنياً حتى يونيو 2025 لدفع الطرفين نحو اتفاق أو تسوية، مع حديث عن جولة محادثات قريبة ثلاثية في ميامي بعد جولات سابقة لم تحقق اختراقاً. في المقابل، الملفات الأصعب التي تعرقل أي صفقة تذكر صراحة: الأراضي، خصوصا دونيتسك، الدنباس، محطة زابوريجيا النووية، شكل الضمانات الأمنية وآلية الرد على أي خرق لوقف إطلاق النار. هناك حديث عن خطة متعددة الطبقات لفرض أو مراقبة أي وقف إطلاق نار، إنذار دبلوماسي سريع، ثم إجراءات تصعيدية خلال 24 إلى 72 ساعة بمشاركة تحالف راغبين، وربما دعم أمريكي في سيناريو التدهور الكبير. 5. الوضع الإنساني بالأرقام الأكثر ثباتا في المصادر. وفق ملخصات وبرامج الأمم المتحدة الإنسانية، ما يزال هناك نحو 3.7 مليون نازحا داخليا داخل أوكرانيا، وملايين لاجئين خارجها. أرقام UNHCR تشير إلى نحو 5.7 مليون لاجئ كمرجع أحدث منشور لديهم حتى منتصف 2025. على مستوى الاتحاد الأوروبي، إحصاءات الحماية المؤقتة تظهر 34 مليون تحت هذا الوضع في الاتحاد الأوروبي حتى 30 نوفمبر 2025.